لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 917 لواني كاين تفسير قرآن بيروز بيم وخزمتان بس رزامن دي رب العالمين وهو دارم اوي ازيش سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. بەڵێ خۆشەویستان لە ئاەتی ڕابردوو رب العالمین باسی لەوە کرد کاتێکەوە ئیمانداران ئەو نەسرەتەیان بەدەستهێنا ئیتر ئەو نەسرەتە بە سەبەبی چی بوو کەوە خوای گەورە سوبحانەه وتەعالە ئەو ویستی لەسەر بوو کەوە نەسرەتەکەیان پێ ببەخشی ئەو کوشتنەی کە ئەوان لە بۆ کافرەکانیان کرد بە حەول و قووەتی خوای گەورە سوبحانەه وتەعالە ئەو مستەخۆڵەی کەوە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم هاوێشتی بەرامبەر بە ڕووی کافرەکان خوای گەورە بوو گەیاندی. ئیتر ذلكم واتە ئەوەی کەوا لە بۆتانی کرد وأن الله موهن كيد الكافرين ئەوەی کە لە بۆنگۆی کرد لەو فەتح و نەسڕێکەوە پێی بەخشین و هەروها بێگومان خوای گەورە کەید و پیلان و تەختیتی کەسانێکی کافر موهینە واتە خوای گەورە سوبحانەه وتەعالە هەڵی دەوەشێنتەوە و زەعیفی دەکا کەید و پیلان و تەختیتی ئەوان. وەکو لە تەفسیری قاسمی دەڵێ ذلكم إشارة إلى البلاء الحسن. ذلكم لآتك پێشتر دەفەرمی وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. خوای گەورە وای کرد کەوا ئیمانداران فەزلی خۆی پێیان ببەخشی بەو قتالێکەوە کردیان یاخود بەو قەتل و بەو ڕەمیەی ئەوەی کەواوان دەستیان پێ کرد و خوای گەورەش نەتیجەکەی کەوا نەسرەت پێبەخشین. ذلكم وەکو بزەبت لە تەفسیری سعید دەڵێ النەصر من الله لەکم ئەو نەسرەتەی کە لەلایەن خوای گەورە بەنگۆی بەخشی ئەوە بوو پێتانی بەخشی و هەروەها أن الله موهن كيد الكافرين وەکو لە قاسمی ئەی مضعف بەأس الكافرين وحيلهم کەواتە خوای گەورە سوبحانەه وتەعالە دەسەڵات و هێزی کافرەکان لاواز دەکاتن و پیلان و تەختیتەکانیشیان تێک دەدا بەچ بنەسریکم و خودلانهم بۆی کەوا نەسرەتین گۆ دەدا ئەوان بە دۆڕان دەدا. وەکو ئیبن کەثیر دەڵێ هذه بشارة أخرى ئەوەش مزجێنیەکی دیکەیە مع ما حصل من النصر لەگەڵ ئەو نەسرەتێکەوە خوای گەورە لە ئاەتی ڕابردوو فەرمووی بە ئیماندارانی بەخشی فإنه أعلمهم ئاگاداریان دەکات بێنەوە مضعف كيد الكافرين فيما يستقبل کەواتە نەکەر ئەوەتە ئێستا خوای گەورە نەسرەتی پێتان بەخشی لە داهاتووش خوای گەورە کەید و پیلانی کەسانێکی کافر تەضعیف دەکا لاواز دەکا مصغر ئەمرەهم کەواتە کار و کردەوەکانیان گچکە دەکاتەوە وأنه في تبار ودمار كارو كردوكاني أوان هموي برو لناوتسونا أي وقد وجد المخبر على وفق الخبر. يتر بالفعل هل وكو خبرك أخواي قولوا بيمان دبخشي كوا أخواي قولوا موهن كيد الكافرين فعلا أو كوا خبري بيدان وابو لداهاتو رويدا فصار معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم يتوبوا يقدم معجزكان بيغمبر صلى الله عليه وسلم كوافعن خواي قورة فرموي لداهاتوش كيد بيلان وتخطيط أوان ضعيف دكا فعلا دفرمي واشكر كوش وكو معجزيك كوا القرآن لله خواي قورة ومحمد المصطفى صلى الله عليه وسلم رسول الله. بلا وزلات دوات دفرمي إن تستفتحوا أجر داواي فتح قزاوت بكان كوا خواي قولين وانت فتح بك فقد جاءكم الفتح بەڵێ فتح لەلایەن خوای گەورەوە هات
وإن تنتهوا فهو خير لكم أجر واز بينت ساكتر لبو خوتان وإن تعودوا نعود أجر بقرين ولو شر إيمان داران خواي جورج دقرت ولبو نصرة إيمان داران لدجينجو ولن تغني عنكم فئتكم شيئا إتر أو هيزو عدو أو قوتيك وهيتان بيد نازن هيتي بيناكر لبوتان ولو كثرت هرتسند زور بي وأن الله مع المؤمنين بيقمان الله سبحانه وتعالى لقل إيمان دارانا بنصرتي بتوفيقي بيرمتي داني إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح لتفسير قاسم دي وخطاب للمشركين أو خطابة خواهي قولا لقل تشيد فرمي لقل كسانش مشرك أي إن تطلبوا الفتحة أقر داوي فتح بكن أي القضاء وأن يفصل بينكم وبين أعدائكم المؤمنين أقر داوي بكن خواهي قولا حكم لنوان قول لنواني بلان بركتهم ككوا إيمان دارا فقد جاءكم القضاء بما سألتم بل قضاء كر خواهي قولا وكو أنقو داواتان كردبو حكم لنوانتان كر إذا وكولا أو رواياتنا هاتك وإمام أحمد ونسائي حاكم رواياتيان كرديو حاكمش تصحيح ذكا لعبد الله كري ثعلبة ضلي أبو جهل كاتك قال حين التقى القوم كاتك وبرانبر يكتربونه زيش كافر كان لقل زيش إيمان داران أبو جهل دعاي ذكرت اللهم أقطعنا للرحم نقول أي پروردگاره أي پرستراوي بحق أقطعنا للرحم چها لو دو طرفي سلي رحمي بتراند وآتانا بما لا نعرفه چها لو دو طرفي شتيشي واي هنا كإمان نما زاني بلباب بابيران ما نوشتهبي فأحنه أي فأهلكه الغداة فأحنه الغداة أي فأهلكه واتا هربو بياني خوا چهام هان شتيشي واي كركوا سلي رحمي بسراندو شتيشي واي هنا كوا باب بابيران وانا من بيستبو خوا بوس بيني لناوي با فكان المستفتح يتر أو دعاي كوا كردي خواي قورا قبولي كر أو دو طرفي كافر كان بون كوا فعلا اشتوادا كان كخوا بينا خوش اللي قطع سلي رحمه اشتيك دينا وجود كوا خواي قورا سبحانه وتعالى هنا يتوجود لمسألة الشرك يتر دعاك قبول بو خواي قورا فتحي كلانيوان أو دو طرفه وعن السدي أن المشركين حين خرجوا من مكة إلى بدر وهروها السدي جرتوك ومشركة كان كاتك ولا مكة ودرس برو بدر أخذوا بأستار الكعبة خوان شور كردوا با أو قماشيك بدور كعبة دا هيا يأخذ كعبة بيدا بوشرا فاستنصروا الله داوي نصرتيان الله تعالى كر وقالوا اللهم إنزا بوشوي لأخوات بارين يعني عجيب مشركان لأخوات بارينو انصر أعز الجندين يا رب خوايا لو دو طرفا كامان عزيز تره جندي كاني أي بسر بيخا وأكرم الفئتين لو دو فئة لو دو تاقمة كامان بريسترن لايتو وخير القبيلتين لو دو قبيلة لو دو كوملة كامان تاكتر لايتو أي بسر بيخا فقال تعالى إن تستفتحوا إنزا أو أتدابزي عبد الرحمن كري زيدي كري أسلم لأن هذه الآية إخبار عنهم بما قالوا كاتو آتا أو ما لو دجيرتوا كواوان تسيان دقو اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك وكو هلا سورة الأنفال هاتوا دقين خزمتي كوافعلا كافر كان يقل دعاء كان أوبو اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة مثلا خواه أقر أويكوا أوان دلني واتويك بيغمبر دلي صلى الله عليه وسلم أو حق ولا لا أنتو هاتي خواه برد ما بسد باريني فعلا خواه يقول لنا يبردن الفتح بمعنى النصر كواتا فتح بمعنى النصر دي بمعنى سركوتن دي وله معنى آخر وهو الحكم بين الخصمين والقضاء وهروها حكم كردنش لأنه دوكسي ناكوك وبهما فسرت الآية أيضا إتر بهورد معنى آتك لك درايتو كواتا هم بوي كوا قضاء لنوان ما بك قضاوت بك وهروها بمعنى فتح نصرت ببخش بوي كوا لسر حقه إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وكل تفسير سعيد الله حين أوقع الله بكم من عقابه إتر بل فتحك هات أو كواداواتان كذبوا
بۆی کەوا خوای گەورە سزای خۆی خستە سەر ئەو لایەنەیەکەوە خراپەکارە ما كان نكالا لكم وعبرة للمتقين ئەوەی کەوا بەسەر کافرەکانی هینا وەکو تۆڵە سەنەوە بوو لە کەسانش کافر وەکو ئیماندار و متقیش پند و ئامۆژگاری لێ وەربگری وەکو لە ئەضواء البانیش المراد بالفتح هنا في هذه الآية عند جمهور العلماء كواتا للاي زوريني علماء أو فتحي كواليردا باسكرا الحكم وتقضاوت كردن لنيوان دو طرف أولي مقصودة وذلك أن قريشا لما أرادوا الخروج إلى غزوة بدر تعلقوا بأستار الكعبة وزعموا أنهم قطان بيت الله الحرام وأنهم يسقون الحجيج يتر وكو تازة باسماكر ذلك واتا كاتي قريش ويستي دربتسي بيشوي دربتسي لبو بدر لبو أورو بروبونويا يتر خويان بابلين ستريب أو قماشيكوا كعبي بيدا بوشرا خويان بيدا شور كردبو دعايان دكرد وكواخوا إيمينا كوا لبيتي لنزيش بيتي تو لمالي تو دانشتينا إيمينا كوا لخزمتي حاجة كانين آويان بيددين يكتر أو قسانيان كر وأن محمدا صلى الله عليه وسلم فرق الجماعة ملام محمد صلى الله عليه وسلم أو جماعتي قريش تيكدا وقطع الرحم وهل وصل رحمي بسران وسفه الآباء وهل وها باسي لوكر كواباب بابيران من سفيه قمجبون لسرديني حق نبون وعاب الدين عيبي لدين إما بيدا كرت يأخذ عيبي لدين إما ديتوا ثم سألوا الله أن يحكم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم يترداوان كر خواي قول حكم كالنيوان أوان ولنوان بيغمبر صلى الله عليه وسلم بأن يهلك الظالم منهم وينصر المحق ويكوا دعاء كر أو يكوا تشيلو دو طرفي ظالمة خواي قول النايبة تشيل سر حقه خواهي قول بسري بيخي فحكم الله بذلك خواهي قولش حكمي كرد وأهلكهم ونصره خواهي قولش حكمي كرد وكوا أواني لنا وبرك ظالم بون نصرتي لبو بيغمبر ناصر وسلم أجاو آتش دابزي ويدل على أن المراد بالفتح هذا الحكم أنه تعالى أتبعه بما يدل على أن الخطاب لكفار مكة وهو آتا كاتكوا إن تستفتحوا فتح كما معناه حكم دي قضاوت دي بويكوا لدواي أو أخواي قول سبحانه وتعالى وكل آتي باشو تريج دي بلقيا بويكوا خطابك لبو كافر كاني مكية وكاتك وإن تنتهوا فهو خير لكم لدوات أجر واز بينن ساكتر لبوتان تكوا بنوع دي كج لقدرته وكدوات الدين باسي لكن يتردلتن أو آتا خطاب لقل مشركة كان ببلقيا وكوا لدوات تريج دفرمي أجر واز بينن ساكتر لبوتان أجر بش قرينوا مجد قرينوا وبين ذلك إطلاق الفتح بمعنى الحكم في القرآن في قوله عن شعيب وقومه كواتل لسورة الأعرافيش أين إخواي قولة أو لفظي كوابكار ديني لبو لقصي شعيب لقل قومكي عليه الصلاة والسلام أين بها ما شود فرمي على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين شعيب عليه الصلاة والسلام دعاء ذكا كوا خواي قولة حكم بكا وقضاوت بكا لنيوان أو لنيوان قوم كافركي كوا هر خواي قولة سبحانه وتعالى تساكترين ذاته قضاوت دكا لنيوان بندكاني وهروها بلغش لسر هند عيني فتح بمعنى قضاوت دي كاتك عن شعيب في نفس القصة وإن كانت طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين عيني لدواي أوش عيني التأكيد كاتو أجر كمال يقولنجو إيماني هنا أو أن كإيمان خواي جوربا حكم كالنوان مع عيني بمعنى أو فتح ده كوا بيشوتر فرمويتي ودلائي بكار هناني لفظ فتح لجيجاي حكم لغة حمير كوا تيك لهزة كان عرب كوا لهزة حميرة دلائي أوان بحكم دلائي فتح وبحكومش دلائي فتاحة يتر قرآن بيروزش فعلا زورق للهزات عربي تدا وإن تنتهوا فهو خير لكم كواتا أجر واز بين لتسواز بينا أي عن الكفر وعداوة الرسول صلى الله عليه وسلم وتأجر واز بين الكفر واز للدجاتي بيغمبر بينا صلى الله عليه وسلم فهو خير لكم باشتر لما نقول لدنيا ولقيامة وكل سعد دلي وإن تنتهوا عن الاستفتاح أجر واز بينا لوي كوا
داوای فتح و قەزاوت بکەن فهو خەیر لەکم باشترە لە بۆنگۆ لەبەرەوەی ئەگەر داوا بە خۆتان داوانەکەن خۆیان چی هەما لەسەر باتیل نامان بە لەوانەیە باشتر لەنگ بوویکەوە خۆی گەورە هێشتا مهلەتتان پێددا ئەو هازوو عەزابتان نایەتە سەری وئین تەعودوا ئەی لمحاربة الرسول صلى الله عليه وسلم ئەگەر بگەڕێنەوە لە بەجیاتی پیامبەر صلى الله عليه وسلم نعود ئەی لنصره عليكم ئەگەر ئەنگۆ بگەڕێنەوە لە بەجیاتی پیامبەر صلى الله عليه وسلم ئێمەش دەگەڕێنەوە لە بۆ بەسەرخستنی پیامبەر صلى الله عليه وسلم ولن تغني عنكم فئتكم شيئا لو حالتش كنصرتي خوابي لبو إيماندان لديجينغو أو في أو جماعتينغو هرتسند زوربن بكالكتان وأن الله مع المؤمنين وخواي قورج بنصرت هل لقل إيمان دارانا يتدي على تفسير كان هشتا اشتي زيادة ما باسي ده كان لا تفسير وآتا بشتواني خواي قولواني داتو دينه وخزمتي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون